الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الرسالة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج النفس والحياة، والذي نستضيف فيه استضافة دائمة ومستمرة بإذن الله مع سعادة الأستاذ الدكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. أعزائي المشاهدين، تكلمنا في الحلقات الماضية عن الروابط الزوجية، عن الحب بين الزوجين، ولكن في هذه الحلقة سنتكلم عن الجانب المظلم والوجه القاتم للحياة الزوجية، لو هي الخلافات الزوجية. رؤية نفسية من سعادة الدكتور طارق بن علي الحبيب. أعزائي المشاهدين، سنناقش كيف تنشأ هذه الخلافات، كيف تكون، ما أسبابها وما علاجها. أعزائي المشاهدين، أيضا قبل ذلك كله نود أن ننبه عن موضوع الإيميلات التي تردنا في موقع قناة الرسالة الفضائية، بأننا سنتعامل معها بإذن الله على قسمين. سنناقش بعضها كما حاور في الحلقات الماضية، في الحلقات القادمة عفوا، فتابعونا بإذن الله. أما باقي الإيميلات فإننا سنناقشها بإذن الله ونجمعها في حلقة مخصصة لذلك ولتلك الرسائل في البريد الإلكتروني. نود ونتمنى التواصل منكم نتمنى التواصل منكم على البريد الإلكتروني، علما بأن البريد الإلكتروني لهذه الحلقة معروض أمامكم على الشاشة. أيضا ليسامحني إخواني الأعزاب، فقد ضغطوا علينا في تكرار المواضيع التي تتكلم عن الحياة الزوجية، وقالوا نود أن يكون حلقات مخصصة لنا. بإذن الله سنتوجه إليهم، وربما تكون هذه الحلقة الأخيرة عن الحياة الزوجية والمشاكل والخلافات والروابط الزوجية. ربما بإذن الله نعود لموضوع الأزواج في الحلقات القادمة إن شاء الله. دكتور طارق، بعد التحية، يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنا أقول وراء كل رجل سعيد امرأة، وأنت ماذا تقول؟ البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه المقولة جميلة لأنها عبارة مقولة تطبيقية على كلمة وراء كل رجل عظيم امرأة. نعم. لكن لا أتفق معها على الدوام، فقد تكون العظمة في بعض الأحيان بسبب التوتر الذي يحياه الإنسان في داخل بيته. بعض المبدعين إنما تفتق إبداعه في نظري بسبب ذلك التوتر الذي في بيته، فلفظه ذلك البيت خارجا. لم تتحقق له السكنة داخل البيت، فبحث عن السكنة عن طريق الإبداع كعالم شرعي أو متخصص أو غيره. جميل. بعض الناس لو استطاع أن يبدع داخل بيته، فإن روح السكنة المنزلية تؤدي به إلى روح الاسترخاء، فإنه قد لا يبدع. أنا في ظني أن الإبداع هو مكون شخصي، وما الحياة الزوجية أو غيره إلا مقومات قد توظف إيجابا أو سلبا، لكن ليست الزوجة أيا كانت مبدعة، وليست الأم أيا كانت مبدعة هي الخلفية لنجاح ذلك الرجل، وكذلك العكس، ليس الزوج أيا كان مبدعا، وليس الأب أيا كان مبدعا سيكون وراء إبداع المرأة أو الأم. جميل. دكتور طارق، القضية لها محاور متعددة. جميل. محورها الأصلي في ظني هو القدرة والاستعدادية للإبداع لذلك الإنسان، ثم ما الظروف التي تفجر، ما الذي يناسب من ظروف لذلك الإبداع في ذلك الإنسان أن يتفجر. بعض الناس ظروف القلق هي التي تفجر إبداعه، بعض الناس ظروف السعادة تفجر إبداعه. يعني الذي ابتدع هذا المثل يبدو أنه امرأة. ربما لا ندري. طيب دكتور طارق، قبل أن ندخل في صميم الخلافات الزوجية، نود في البداية قبل أن ندخل في الخلافات الزوجية كيف نقوي هذه العلاقات الزوجية كلما تقدم العمر؟ سأكون جريء بعض الشيء حتى العلاقات الجنسية. نعم، حينما نتكلم عن كيف تقوى العلاقة بشقيها، الأول السؤال العام وهي علاقة الحب والمودة، والجزء الثاني هو الجانب الجنسي. أبدأ بالعلاقة العامة. كما ذكرنا في حلقة سابقة، أبحاث علم النفس الاجتماعي التي بدأت في السبعينات أشارت أن التشابه يدعو إلى بدء الحياة الزوجية، وأن الاختلاف وليس الخلاف هو الذي يدعو إلى استمراريتها. أنا إنسان شخصيتي حساسة، أحب المرأة الحساسة وأحرص على الاقتران بها، لكن استمرار الحياة الزوجية يستمر إذا قام الاختلاف وليس الخلاف والمشاكل. إنما الاختلاف أجد في طباعها شيئا ليس في طباعي، لا يؤدي إلى مشكلات، ولكن أجد شيئا مختلفا عن الذي عندي، تجد شيئا مختلفا عندي عن الذي عندها، فيؤدي إلى استمرارية الحياة والخروج من روتينيتها.
للحب ركنان أساسيان، ولذلك نصيحتي للأزواج ذكورا وإناثا أن يهتموا لهذين الركنين ويعززوا هذين الركنين إن أرادوا أو بحثوا عن السعادة في الحياة. الركن الأول يا دكتور يا أستاذ عبد الرحمن هو الإعجاب، والركن الثاني هو الإحسان. كيف يكون الركن الأول؟ أنا معجب بهذه الأنثى كأنثى، أنا معجب بها كزوجة، هي ملأت عقلي وقلبي ورأسي هذه المرأة بكينونتها. ما الذي ملأ عقلي؟ ما الذي ما قلبي؟ لا أدري، لكني أحبها، أشتاق إليها، يحن قلبي إلى ذلك المنزل، أتذكر صورتها، إذا رأيت من يشابهها من الرجال من النساء من الأطفال أشتاق إليها. دائما أنا معجب بهذه المرأة، معجب بعقلها، ليس بالضرورة أن تكون مثقفة متعلمة غير ذلك، أنا معجب بها هي بتركيبتها. إذا حالة الإعجاب مطلب أساسي وهو الركن الأول من أركان الحب. الركن الثاني في ظني وتأملي هو الإحسان، أن يحسن الرجل إلى المرأة، أن تحسن المرأة إلى الرجل. وأقول المرأة وهي الأقدر في ظني والأكثر حالا في الإحسان إلى الرجل إذا جاء من عمله، إذا كان متعبا، إذا كان منهكا. والله لن يضرك شيء يا ابن العم، إنك تحمل الكل وتعين على نوائب الحق، كما كان من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويهتف: دثروني دثروني زملوني زملوني. كذلك من الرجل الإحسان للمرأة. المرأة هو مركب فيه ضعف، يجب أن يحسن إليها في لحظات تعبها، في الدورة الشهرية، أثناء الولادة، بعد الولادة، في رعاية الأطفال. الإحسان يفعل المحبة وكذلك الإعجاب. إذا الركن الأول هو الإعجاب والمحافظة عليه. ولذلك من المحافظة على الإعجاب ألا أرى من زوجتي وألا ترى مني ما يسوءني تماما من أشياء غير جيدة، من أخلاق أو أفعال أو حتى مناطق في جسد الإنسان، تجمل الرجل لزوجته، تجمل المرأة لزوجها، كل هذا مما يحافظ على درجة الإعجاب. وكذلك الإحسان أيضا، أن يقدم الإنسان أقصى ما عنده من الإحسان. والإحسان أجمل ما يكون يا أستاذ عبد الرحمن حينما يكون عطاء دون طلب. ما أجمل حينما يأتي من الزوج دون أن تطلب منه، حينما يأتي من المرأة دون أن يطلب منها. صحيح. وأجمله أيضا حينما ليست تستنطقه، إنما تبتكره، إنما تظنه، حينما تجتهد في الوصول إليه. جميل. الأمر الآخر عند الخطأ في الحياة الزوجية حتى يستمر ذلك الحب وتقوى تلك العلاقة، هناك أيضا ركنان. الركن الأول هو الغفران. وما أجمل الغفران. الغفران ليس فيه ضعف، حينما يخطئ الرجل تخطئ المرأة، يجب أن نفعل ثقافة الغفران، ثقافة التسامح بيننا. هذه واحدة. الثانية الدفع بالتي هي أحسن تماما، ندفع بالتي هي أحسن. أخطأ الزوج حتى لو خان ذلك الرجل، أخطأت المرأة حتى لو قصرت تقصيرا كبيرا، أدفع بالتي هي أحسن. لكن الدفع لا يكون من ضعف، إنما من محبة. إن كان من ضعف، إن كان الرجل استهلاكيا متعديا أو عكس ذلك المرأة استهلاكيا متعدية، فإنه ربما يستغل ذلك الموقف أو تستغل ذلك التصعيد في المواقف. نعم. أما فيما يتعلق بالناحية الجنسية كما سألتني، فالقضية تقوم على ماذا؟ على علاقة الحب ودفعه من خلال تلك المواطن. تلك الأمور تقوي العلاقة الجنسية: الإحسان، الإعجاب، الغفران، كل هذه الأمور. هذا عامل أول. العامل الثاني في العلاقة الجنسية والمحافظة عليها هو قصر الطرف. وحينما أتكلم عن قصر الطرف يا أستاذ عبد الرحمن، هناك طرفان: طرف البصر وطرف النفس. وذلك في الطرح الإسلامي لك الأولى وليست لك الثانية. أنا أضيف إلى هذا الطرح حتى الأولى في الطرف النفسي ليست لك. حينما تنظر رجلا كنت أو امرأة ثم ترى ذلك الجنس الآخر، الأولى ليست لك لأنها مفاجئة. الثانية إذا نظرت تبقى الصورة بلغة الذاكرة، تبقى في الذاكرة التصويرية أكثر، فربما تراجعها أكثر. أنا أضيف إلى الطرح الإسلامي أن الأولى ليست لك في الطرح الإسلامي، والثانية ليست لك. لكن في الطرح النفسي، أعني بالطرف النفسي، حتى الأولى ليست لك، لأن الأولى ترسم صورة وخيالا. ولذلك عند رسم الصورة مع التفاعل الجنسي ترسم أجمل صورة، ترسم صورة هي التي في استدعائك، في خبراتك الجنسية أيها الإنسان، في ميولاتك الجنسية ترسم أجمل صورة. النقطة الثالثة: البحث عن أي علة مرضية. بعض الرجال عنده سرعة في القذف أثناء العشرة الجنسية، بعضهم عنده ضعف في الانتصاب، بعض النساء عندها عدم الوصول إلى هزة الجماع. هناك علل مرضية ربما وقت الحلقة قد لا يتسع، لأني أرى بين يديك محاور طويلة، لكن البحث عن أي علة جنسية ربما تعيق ذلك التواصل حينما يتقدم العمر، وخاصة تأتي بعد فترة والإنسان قادر على مواجهة علاقة جنسية حتى آخر رمق في حياته. نعم. طيب دكتور،
الغيرة، وأن كانت هذه الحلقة يعني تستحق الغيرة تستحق حلقة خاصة. ألا تعتقد أن الرجل والمرأة يقعان في مطب الغيرة كثيرا، وياما هدمت الغيرة من بيوت؟ كيف يقاوم الرجل والمرأة هذه المشكلة؟ أنا في ظني أن الغيرة، لا أدري لأني إيجابي في التفكير، الغيرة جميلة، وما يزكي الحياة الزوجية وجود الغيرة. كيف نكون إيجابيين في التفكير؟ إذا نظرنا يا أستاذ عبد الرحمن إلى الغيرة أنها للاحتفاظ لا إلى التملك أو المحاصرة، هذه من ناحية. إذا استخدمنا الغيرة للوقاية لا للعلاج المصيبة، خانني زوجي بدأت أغار عليه، لا، قبل أن تقع الخيانة يكون شيء من الغيرة للوقاية. غيرة الوقاية فيها جمال لأن فيها هدوء ويظهر فيها المحبة، أما الغيرة بعد وقوع الخطأ فهي فيها المحاصرة وفيها التعدي. على المرأة واجبات في الغيرة، وكذلك على الرجل واجبات. على المرأة يجب أن يكون هدفها ماذا؟ الإيقاظ والتنبيه، لا العقاب والتعدي. كثير من النساء حينما تقدم الغيرة تقدمه بلغة العقاب، لا، يجب أن تقدمه كما قلت وقاية ابتداء للغة الإيقاظ والتنبيه. الأمر الآخر، بعض النساء في لحظات الجلسات الرومانسية إذا بها تستخدم ماذا؟ أن تذكر ببعض الأشياء التي تستدعيها من محطات الغيرة، حتى لو كانت مواقف حقيقية أخطأ بها الرجل. هذه اللحظات الرومانسية هي لحظات بناء. الغيرة بهذا الشكل هي لحظات، هذه يجب أن نتخلص منها. بعض النساء في لحظات استرخاء الرجل حينما يأتي منهكا من عمله تماما، حينما يكون جائعا، تأتي وتكلمه عن بعض هذه الأمور. لا ينفع الحديث في وقت الاسترخاء من لدن المرأة. نأتي إلى طرف الرجل وواجباته. الرجل يجب عليه أن يبث الأمن والأمان في نفس زوجته. يخرج تقول أين أنت ذاهب؟ ما لكم علاقة. يستخدم لغة السيد أو الرجل العربي المسيطر، ما لكم علاقة. تغارين تشكين فيني؟ الرجل لا يشك فيني، لن أخبرك. نعم. أنا أقول للرجل إن كنت واثقا من نفسك وأظنك كذلك فأخبرها، أنت واثق. لماذا؟ إحسان إليها. قلنا لغة العلاقة الزوجية فيها الإحسان وفيها الإعجاب. من الإحسان إلى هذه القلقة، من الإحسان إلى هذه الغيورة، من الإحسان إلى هذه المحبة، من اللغة الإحسان إلى هذه من تسمى زوجة والتزمت بعقد زواج لها، أن أحسن إليها وأخبرها. سأذهب إلى صديقي فلان ثم أخرج كذا. ليس ضعفا في رجولتي، إنما ثقة في رجولتي وثقة في مواقفي. فبث روح الأمن والأمان للزوجة مهم. الأمر الآخر، عدم السهر طويلا خارج المنزل، عدم الذهاب للأماكن المشبوهة حتى لو لم يفعل شيئا محرما ذلك الإنسان. الإثبات العملي بالعواطف والمواقف والإيجابيات. عدم التأخر مثلا عن حاجات المرأة، مثلا عندها ولادة، عندها مناسبات معينة، مناسبات معينة، يتأخر ذلك الرجل. هذه إشكالية كبيرة يجب أن يفضل لها. طيب. الغيرة قد تكون مرضية في بعض الأحيان، قد تصل لحد المرض النفسي وقد ترتقي إلى المرض العقلي. بعض الناس يكون عنده قناعة تامة، وهي تصيب الرجال بالمناسبة أكثر من النساء، المرضية، يعتقد أن زوجته تخونه، وهي ليست من الخيانة في شيء، ويقطع بذلك، وربما يتعدى عليها وقد يضربها ويفتش الجوال، يفتش ملابسها، يترك عمله، يقف في سيارته ويراقب ذلك المنزل، وقد تكون هي من الصالحات ويراقب ويستمر ويتهمها، وكله يقين قطعي أنها تخونه رغم أنها ليست بخائنة. أقول وهي حالات ليست بالنادرة، هي قليلة لكن ليست بالنادرة. أقول أن هذا هو مرض عقلي وليس نفسي، يجب أن يتداوى ذلك الإنسان بالعقاقير. في العادة المريض، وعادة هو الرجل، غير مستبصر بذلك تماما، ولذلك إن لم يوافق على أخذ العلاج ويوضع بأكله دون أن يدري ذلك الإنسان حتى نحقق له نسبة من التشافي، لأنه لا يعقل، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى قتل الزوجة. الإنسان السوي إذا اعتقد أن زوجته تخون ماذا يفعل؟ يسكت ويطلقها تماما. أليس كذلك؟ هذا الإنسان لا يمكن أن يطلق ويسعى إلى الإثبات ولا يجده، وينتهي في حالات ليست بالقليلة أن يؤدي إلى قتلها. نعم. طيب دكتور، أنا لدي بعض المحاور، سأتكلم مرة بصوت المرأة ثم سأتكلم بصوت الرجل، وخصوصا أني سأربطها مع بعض الرسائل البريدية التي وصلتنا، ففرصة أن تكون بعض محاورنا. امرأة تصرخ وتقول زوجي يهينني، ماذا أفعل؟ دائما في جميع المواقف يا أستاذ عبد الرحمن نرجع إلى قاعدة نيوتن. نيوتن ماذا يقول؟ لكل فعل رد فعل. هذا في لغة الجمادات. أما في لغة بني البشر فقاعدة دائما أرددها في كثير من برامجي، أنه لكل سبب فعل رد فعل.
ما سبب ذلك الفعل؟ لماذا يهينني ذلك الرجل؟ لا نستخدم إجابة عامة. إذا أهانك زوجك افعلي ما يلي: الخطوة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. إن سمعت مثل هذا الكلام مني أو من غيري فخطئيه. يجب أن تشخصي لماذا ذلك الزوج يهينك أنت أيتها الأنثى. قد يكون في عرف مجتمعه أنه يهين تلك المرأة، أنه يحقرها تماما، هو يحبها ويموت فيها ويتذكرها الليل والنهار، لكن طريقته في التعامل يجب أن يهينها لأنها جزء من مركب ذلك الرجل. قد نكون مدنيين نعم، لكن ما زالت فينا روح. وماذا؟ عدم المدنية أو البداوة أحيانا أو القروية في التفكير رغم مدنيتنا، لأن الإنسان في لحظات الضغوط والخلاف قد يعود إلى تفكيره البدائي دون أن يشعر. بعض الرجال قد ينقصه الشعور بالأمان، يشعر زوجته متعلمة أحسن منه، ماديتها أحسن منه، أذكى منه، أكثر ثقة بنفسها، ولذلك يظن أنها هي فوقه وهو الأدنى منها. ماذا يفعل ذلك الإنسان؟ هي هنا في هذا المستوى وهو هنا في هذا المستوى، أمامه خيارين: إما أن يصعد إليها وإما أن يجرها دونه. يحاول الصعود فلا يستطيع ذلك الرجل، لذلك يسعى إلى جرها. كيف يجرها؟ بإثارتها بعض الكلمات، يحتقرها ببعض الكلمات. المرأة ماذا تقول؟ أهانني ويشاتمني وتذهب إلى بيت أهلها. إنه يحبك لكنه يشعر بنقصه. املئي ذلك الشعور بالنقص، أعطي مساحة املئي به ذلك الشعور بالنقص، أشبعي ذلك الشعور بالنقص. كيف تشبع ذلك الشعور بالنقص يا عبد الرحمن؟ عندها مشكلة في المدرسة إذا كانت مدرسة، عندها مشكلة في العمل وهي مشكلة تافهة، تأتي تستشيره وتأخذ رأيه وتعصب وهي تتكلم وهي متأذية من المشكلة وكذا 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 هذه المشكلة، ويبدأ يعطيها الرأي: نعم افعلي كذا. طيب ممتاز ممتاز، فتشبعه. حينما يأتي بمشاكلها التي من خارج المنزل لا تكون حكيمة جدا في إعطائها الرأي، تقول ما الأنسب؟ والله أنا عندي رأيين، تقوله الرأيين ما الأنسب، وتحاول أن تدفعه لاختيار الرأي الأنسب من رأيها، فيجعل أنه هو الذي اختار ذلك القرار. إذا تشبع ذلك الإنسان. الأمر الآخر: بعض الناس قد يكون ذا شخصية شكاكة، ولذلك دائما شكه هو الذي يقوده في التعامل مع المرأة، ولذلك نعالج ذلك الشك عند الإنسان أيا كانت درجته. أحيانا بعض النساء عبد الرحمن شخصيتها سلبية باردة تلك المرأة، فهي تستدعي تعدي ذلك الرجل. لغة العلاقة الزوجية هي 50 نقطة للزوج 50 نقطة للزوجة. حينما تبدأ الحياة الزوجية إذا الزوجة كامنة هادئة يتعدى الرجل عليها، لا يريد أذيتها، إنما هي لغة التصاق ومجموعة نقاط من يحصل عليها أولا ليست سباقا من أجل التحدي، وإنما هي علاقة عادية بهذه الطريقة. أمر آخر: قد يكون الرجل شخصيته سادية، والزوج السادي بلغة علم النفس والطب النفسي هو الذي يميل إلى تحقير وإهانة الآخرين. أمر آخر: قد تكون المرأة مازوخية الشخصية، تتلذذ بالإهانة والتحقير. نعم، بعض الناس هذه شخصيته، وذلك يستثير الآخر لكي يهينه ويحقره. أحيانا قد يكون الزوج مازوخي. كيف مازوخي؟ يحب أن يهان ويحقر، فلذلك يهين المرأة ويحقرها لا سعيا في إهانتها لكي تغضب فتهينه فيتلذذ بالإهانة، وهذه أشياء غريبة لكنها موجودة. هناك صرخة أخرى يا دكتور، لكن بعد أن نأخذ مع عبد الله من السعودية. تفضل يا أم عبد الله. ألو. نعم تفضل يا أم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ معك الدكتور تفضل. نعم عبد الله. يا دكتور. يا مرحبا أم عبد الله. أنا أم عبد الله من المدينة. يا مرحبا. أنا ولدي عبد الله عمره 21 سنة. هو الموضوع ما هو في نطاق الحلقة أبدا، بس أنا يعني لي فترة أكلمك بس ماني قادرة، معليش يعني أعذرني. ولدي عبد الله عمره 21 سنة. قبل 4 شهور تقريبا جاله حالة نفسية، وفي سبب عندنا حالة وفاة كانت، فهو حضر الدفن وتجهيز الميت ومرة تعب. فلما عرضنا للدكاترة وكده اختلفوا والله في تشخيص المرض. ايش الأعراض؟ الأعراض إنه كان ما ينام وقلق، توتر، مشي باستمرار، ما ينام ما يجلس. أخذ له 3-4 أيام يعني من كتر إنه ما ينام صار متوتر ويمشي. نعم. ويقول كلام ما هو من الواقع أبدا. مثل إيش؟ مثل يعني في حاجة في جسمي بتمشي، شامم ريحة الله يكرمكم حاجة يعني مي حلوة زي زبالة زي كده الله يكرمكم. يتوهم إنه في قبر، إنه يعني حاجات كده ما هي من الواقع أبدا.
فأنا كان في دكتور في الرياض عرضته نعم. عليه. نعم. في مستشفى الجامعي. نعم. نعم. قال لي هذا دهاني. نعم. وبياخد زبركسة. فهو دحين مستمر من شهر 12 لحد الآن على الزبركسة، بس دحين خفف له هي النص حبة. نعم. المطلوب يا دكتور لو سمحت العيادة حقتك، ومتى أقدر أشوفه يعني أشوفك وأطلع معايا ولدي. طيب نسألك شوية أسئلة قبل ما تروح أم عبد الله. نعم. أسألك شوية أسئلة. الآن رجع عبد الله طبيعي ولا لسه؟ والله الحمد لله رجع طبيعي قبل الشهر. هو قال لي الدكتور إذا ما رجع قبل الشهر فهذا يستمر معاه ل6 شهور، وإذا بعد 6 شهور يستمر معاه طول العمر الدهاني هذا. ويعني لما قرأت كثير عن الدهاني عرفت إنه هذا يعني جنون، ولا هذا إيش؟ يعني مرض الجنون هذا. أي لا بكلمك عن هذا. طيب الآن الولد طبيعي تماما ها؟ أيوة الحمد لله طبيعي، بس دحين لما خفف الحبة بيقول لي يا ماما أحلم إنه يعني أحلام مفزعة، إنه يعني الله يكرمكم حنش، يعني مش عارف إيه، يعني زي كده أحلام مفزعة. نعم. 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 في أمراض نفسية. أنا يعني لو سمحت، أنا طبعا هذا وحيدي، وما تخيل إحنا يسر لنا لما تعب، وأنا يعني نفسي أطلع العيادة عندك. طيب أم عبد الله، أنا سأسألك بعض الأسئلة عشان نفيد الناس في إجابة هذا السؤال. رقمك اتركيه عند الكنترول، سأكلمك بعد الحلقة وبدون ما تأتي للرياض ولا شيء، أخلص لك موضوعك وأنت في مكانك بإذن الله. يسلمك. لكن بالنسبة للولد في الأسرة فيها أمراض وراثية ولا لا؟ لا والله الحمد لله. أبدا. يعني نفسية. أخواله أعمامه؟ نفسية يعني. أخواله أعمامه في شيء؟ لا لا الحمد ممتاز. لله. طيب إن شاء الله. أنا أترك رقمي في الكنترول وأكلمك بعد الحلقة على راسي، يذكروني طيب الشباب. الله يسلمك. شكرا سلام. يا دكتور. ونعلق على الحالة. الله يسلمك. شكرا يا أم عبد الله، ونتمنى أن تكون المداخلات في إطار الحلقة لو سمحتوا، كما أننا نتمنى أن يكون أيضا المداخلات قصيرة نوعا ما لكي نعطي فرصة لمن بعدنا. دكتور طارق. أم عبد الله حقيقة رغم أن موضوع كلامها في غير موضوع الحلقة، لكن لكونها أنها من المدينة وأيضا أم ووحيد نتكلم، وسأكلمها بشكل خاص فيما بعد. الحالة التي مر بها هذا الابن هي حالة اضطراب ذهاني زي ما وصف الزميل. نعم. وهذه الحالة ما دام شفيت في فترة أقل من شهر واستجابت استجابة جيدة، فالمتوقع لها شيء جيد. أن يبقى على الدواء الفترة الماضية كان جيد، وحتى تخفيفه كان معقول ومقبول، ولو تأخر التخفيف قليلا كان أفضل. ما الاحتمالات حينما يوقف الدواء؟ عندنا احتمالين: إما أن تعود الحالة، فإذا عادت الحالة يأخذ نفس الدواء لمدة 2 وإن لم تعد الحالة فانتهت القضية. لكن القضية بقي فيها شيء أساسي. عبد الله هذا يحتاج إلى تدريب على فن التعامل مع الضغوط، لأنه في أي ضغط شديد مثل الضغط الذي مر فيه قد ينتكس نفس الانتكاسة. ولذلك فن التعامل مع الضغوط، مهارة التعامل مع الضغوط، فن التعامل مع المشكلات مطلب أساسي لتدريب عبد الله عليه لبقية حياته حتى يعيش سعيدا هانئا. طيب نعود الموضوع الآن. صرخة أخرى من امرأة تقول: عواطف زوجي غير ثابتة، أنه مزاجي نوعا ما، ماذا أفعل تجاهه؟ نفس القضية أستاذ عبد الرحمن، في كل مثل هذه المسائل نسأل أنفسنا ما هي الأسباب، ومن خلال ذلك السبب وخلها قاعدة دائما في الحياة. طيب. في الحياة دائما أي شيء مسعد تلقاه بقلبك أيها الزوج وأيتها الزوجة، وأي شيء مقلق أو مزعج في الحياة الزوجية لا تتلقينه ولا تتلقاه أنت أيها الفاضل بقلبك، إنما تلقاه بعقلك. أعيد القاعدة، وهذه قاعدة مهمة. جيد. لكم يا أخوات ولكم يا إخوان أيضا، أي شيء مسعد بالحياة الزوجية أتلقاه بقلبي، أفرح فيه، آنس فيه، أنبسط فيه مع زوجي أو مع زوجتي. أي شيء محزن لا أتلقاه بقلبي وأتباكى وأزعل وأكون سريعة الاضطراب والانفعال، إنما أتلقاه بعقلي وأضع استراتيجية معينة للتعامل معه. قد أكون أنا انفعالية كامرأة أو كرجل كانفعالي أنا أكون، إذا ما الذي أفعل في هذه اللحظة حينما تأتينا المشكلة؟ وهذه قضية مهمة. حينما تأتينا المشكلة أنا شخصية انفعالية، أنصرف، لا أعبر بمشاعري، أنصرف إلى سجادتي، أصلي ركعتين، أنصرف إلى نشاط آخر، أكلم شخص أحبه. حينما أعود إلى طبعي أبدأ بالتحاور مع الآخر، لأني أريد أن العقل يقودني لا سرعة الانفعالية، لأن بعض الناس كما يسمونهم very emotional تماما. فكيف أتحكم؟ عندي عيب ما استطعت أتحكم فيه، إذا
أبحث عن وسائل عقلانية للتعامل مع ذلك العيب، لأن بعض عيوبنا قد لا نستطيع علاجها، لكن نستطيع أن نزاحمها بمزايانا. بعض النساء وأعرف منهم من هي ذكية قمة الذكاء لكنها انفعالية، هي تستخدم انفعالها أكثر من ذكائها. كان لزاما عليها أن تستخدم الذكاء الذي منحها الله سبحانه وتعالى في السيطرة على ذلك الانفعال حتى تحيا سعيدة. طيب لدينا اتصال دولي. دكتور أم الخير من الجزائر. بس احنا ما جاوبنا. إنه بنكمل بإذن الله، معلش على أساس إنه دولي من الجزائر بعيد. تفضل يا أم الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أنا مشكلتي مع زوجي إنه مثلا أول ما ابتدت المشكلة تاعي إنه هو ملتزم. طيب. وكان دائما يراقبني في كل تصرفاتي سواء صغيرة أو كبيرة، في الكلام في كل شيء، وكان دائما ينقدني. نعم. وكنت كما ولكن كنت دائما أصغي لي وأحاول أن أغير من تصرفاتي، ولكن هو لا يتقبل مني أي شيء، ودائما في الخلافات. كلما أصارحه بأني مثلا أريد حل المشكلة، مثلا أريد حل مثلا يعني يفتعل خلافات يا أم الخير؟ نعم. يفتعل خلافات مثلا معينة؟ دائما هو غاضب منك؟ نعم. دائما هو غاضب منك ويفتعل خلافات، هذا قصدك؟ دائما غاضب مني في كل تصرفاتي لا تعجبه. نعم نعم. طيب مع الناس كيف؟ نعم؟ مع الناس يا أم الخير كيف هو شخصيته مع الناس؟ مع الناس تصرفاته مع الناس هو تصرفاته ما عندوش تعاملات مع الناس، لا يتعامل مع الناس. لماذا؟ تقريبا يقول انه منعزل، يريد ان مثلا يقول لي انه لا اريد ان اتعامل مع الناس، حتى لا مثلا اتدخل في شؤونهم، حتى لا اغتاب، حتى لا كما اتدخل في امور الدين. هل طيب الدين هو حساس لو قطعت؟ تقريبا حساس لدرجه ما دقيق؟ حساس كثير. ودقيق جدا؟ دقيق جدا. يشيل هم الأمور؟ نعم. يشيل هم الأمور، يضخم الأمور، يكبرها؟ نعم يضخم الأمور كثيرا. نعم. طيب يمكن وأنا دائما لا أستطيع وهو عند الصراخ يصرخ كثيرا، صوته عالي، وأنا دائما لا أستطيع التفاهم معه بهذه الصفة، لأنه يصرخ ولما يريد أن ينصحني بطريقة فظة. لكن يحبك يا أم الخير أنا يبدو لي، ولا لا؟ لا، هذا الموضوع أنا هو أول موضوع اللي أنا الأساس اللي صار الخلاف بيني وبينه في الأيامات الأولى من زواجي. لا الآن تشعر أنه يحبك؟ أنا أعتقد أنه يحبك. لا أظن، لأنه هو يصارحني، يقول لي أحيانا أنا لا أحبك ولا أكرهك. لا أحبك ولا أكرهك. لا أحبك ولا أكرهك، ولكن دائما الخلافات إلى مثلا يوم ولا يومين تفهمنا، ثالث يوم ولا رابع يوم تكون دائما الخلافات. طيب إذا ذهبت لأهلك مشوار ولا سافرت هنا وهنا، يفتقدك أبو الخير ولا ما يفتقدك؟ هو يقول إنه يفتقدني. نعم هو يقول إنه يفتقدك. نعم. هذا شعوره. طيب. نعم. شكرا يا أم الخير، نسأل الله أن يصلح الحال. أريد أن أخبرك شيء آخر. تفضلي. باختصار يا أم الخير لو سمحت. أنه يشرب الخمر، وهذا المشكلة أنا لا أستطيع أن أتحمله كثيرا منه. زوجك يا أم الخير؟ في بيت والدي غضبانة، وعندي بنت، وهو الآن لا يسأل عني ولا يبحث عني، والمشكلة أني لا أريد الرجوع إليه. أنا كنت أسأل كيف وتقريبا مترددة. طيب اسألها. أم الخير أنت تقولين ملتزم، كيف يشرب الخمر؟ كان ملتزم في الأيام الأولى، ولكنه التزم في الأيام الأولى كما مثلا في الأشهر الأولى، ولكن تحول رجع كما مثلا يشرب الخمر ولا يصلي. طيب. انقطع عن الصلاة. طيب شكرا يا أم الخير، شكرا.
دكتور تجيب أم الخير ولا؟ سؤال جميل. أم الخير تتكلم عن زوجها أنه رجل ملتزم كما وصفته في البداية، ثم في آخر فترته بدأ يشرب الخمر ولا يصلي. تصف أنه يصرخ باستمرار عليها، يرضون يوم يومين ويصير بينهم مشاكل فترة. سألتها تعتقد أنه يحبك؟ قالت لا، يقول لا أحبك ولا أكرهك. دائما حينما نسأل عن المحبة يا أستاذ عبد الرحمن هناك السؤال العام ثم يأتي السؤال خاص بالمثال. كيف يكون السؤال بالمثال؟ حينما تذهبين هل يفتقدك؟ نعم. هذه المقاييس الدقيقة للحب. صحيح. أما بعض الرجال يحب أن يسيطر على الزوجة وغيرها، يحب أن يمسك مشاعره، لا يعبر للزوجة أنه يحبها تماما، مع أنه يموت فيها في لحظات مرضه. حينما يتعب تجد لا يهتف إلا باسم أم الخير، لأنه هي حقيقة الحب عنده لهذه المرأة. ما الذي يعاني منه زوجة الفاضلة هذه السائلة؟ ما يسمى بالشخصية الوسواسية والشخصية القلقة. هذه الشخصية في العادة بنيتها إنسان حساس دقيق، يشيل هم الأمور، يضخم الأمور. لو عنده شغلة الصباح، وهذه نفس الطريقة والمثال أستخدمه في جميع برامجي أقولها، لو عنده الشغلة من بكرة الصباح يمكن ما ينام الليل يفكر فيها. لو عنده زوار يشيل الهم تماما، كان أهل البلدة كلهم سيزورون ذلك الإنسان. متردد دائما، دقيق في كل شيء، يريد المثالية في كل شيء، ولذلك أي خطأ بسيط عنده في البيت يضخم ذلك الخطأ. يعتبر قلق دكتور؟ شخصية قلقة تسمى، وليس مرض القلق، وهي الشخصية الوسواسية يحلو لبعض المختصين تسميتها. هذه الشخصية هي طبع، وبعض الناس يوجد في هذا الطبع، وهذا الطبع إن لم يؤثر على إنتاجية الإنسان فليست بمرض. بل حتى من الصحابة من كان عنده بعض هذه الطباع، مثل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كان عنده نفس الطبع اللي عند أبو الخير. ما أقول عنده مشاكل مع زوجته، عنده الطبع، طبع الدقة المثالية. ولذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابة ما استطاعوا أن يتحملوا دقته ومثاليته رضي الله عنه، لأنه كان دقيقا في كل شيء. ومن هنا جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم له: يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. هذا الوصف ليس مدحا لأبي ذر الغفاري وهو يستحق كل المديح، لكن هذا هو كان وصفا لشخصه. فكان يعيش وحيدا لأنه دقيق جدا، كان شديد على الصحابة بأخطائهم، كان شديد على الصحابة في كل شيء. ولذلك الصحابة يقال أن عثمان رغم هدوءه هو الذي أخرجه من المدينة حلا للمشكلات بين الصحابة. ولذلك مات في الربذة، مات لوحده، حتى أن زوجته جلست على الطريق تنادي في الركبان: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا. فأعانونها على دفنه لأنه عاش وحيدا ومات وحيدا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية تأثرت إنتاجية هذا الإنسان في جوانب حياته المختلفة: الزواجية، الدراسية، الوظيفية، الاجتماعية. ولذلك هو انكفأ على نفسه عن المجتمع. لماذا؟ لأن المجتمع لم يستطع أن يتحمل طبعه، تحملته أم الخير، صبرت لكنها ما استطاعت. في فتراته الأخرى بدأ يشرب الخمر ولا يصلي وغيرها من الأمور. أحيانا من أثار هذه الشخصية، وهذا تفسير ليس بتبرير، قد الإنسان ينتقل لهذه الطريقة تماما. أنا أعتقد توجيهي لأم الخير ألا تطلب الطلاق من هذا الرجل، إنما تعود إليه، هذا من واجب العلاقة، واجب الإحسان الذي تكلمنا عنه تماما، وتفاوض بمحبتها لذلك الرجل، بمحبته. طباع صعبة نعم، لكن تسعى إلى مقاومة هذه الطباع عن طريق العلاج النفسي. ومسألة الخمر والعدم الصلاة هذه أعتقد أنها مسألة مؤقتة، لو أعانت دفعت بعض الصالحين من رفاقه السابقين ربما أعانوا في هذه المشكلة. لا ترجع إليه، توظف الحب الذي في قلبه لها، ولذلك هو يغيب عقله بالخمر لكي لا يتذكر ذلك الحب ويستطيع أن يتحمل. لكن طال الزمن أو قصر سيعود إليها وسيركع عند رجليها إن شاء الله، سيعود إليه. ناخذ سالم من الكويت. تفضل أخ سالم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن كلمة دكتور؟ تفضل. عندي يا دكتور أول مرحلة في الزواج، يعني مرتاح مع زوجتي، وبعد كذا فترة سنة يعني مرتاح معها كثير، يعني أحس إنه صايق كل ما جيتها، يعني وأشوفها يعني مش عاجبتني كذا. هل كنت مرتاح حقيقة الراحة في البداية لذات الزوجة أم للحياة الزوجية بشكل عام؟ والله أنا مرتاح معها من أول ما جيت، من أول ما جات عندي. كم استمر الراحة؟ تقريبا سنة كذا، وأنا مقترب عنها، يعني أجيها كل سنة كذا. كل سنة. وأحس إن ما ارتاح معها، يعني في الفترة اللي أنزل فيها شهر شهرين ما نحس براحة أبدا. ولما يعني ما أحس إنه مبسوط. ما تحس إنك مبسوط. ولما تسافر؟ ولما أسافر يعني أسافر نفس الشيء، يعني ما ارتاح.
حتى اروح مثلا بغيت بفرج عن نفسي على البحر مثلا، اطلع اتنزه شوي، ما في شيء راحه ابدا يعني. ما لكن في السنة يعني الأولى قلت أنت ارتحت ولا ما ارتحت؟ في السنه الاولى اول الزواج ارتحت معها. راحة كاملة متأكد؟ يعني مش راحه كامل، يعني احس بقلق كذا وضيق دايم. نعم. في أطفال؟ في اطفال نعم. نعم. 2 عندي. نعم. طيب. طيب شكرا أخ سالم. طيب شكرا ممكن أخ سالم. رقم الدكتور لو سمحت. طيب نجاوبك على الهواء يا سالم، نجاوبك. جاوبك وتجد لا، الرقم يعني عند الأخوان في الكنترول يعطونك إياه بإذن الله. طيب تفضل دكتور. أنا أعتقد أخوي سالم لم يقم الحب في قلبه تجاه تلك الزوجة حتى منذ البداية. منذ تزوجها لم يحب هذه طب هو الزوجة. قال إني ارتحت في البداية. حينما سألته مرة ثانية قال يعني ارتحت. تماما. هناك فرق بين الراحة أستاذ عبد الرحمن للزوجة والراحة للحياة الزوجية. أنا ممكن ما أحب زوجتي لكن أحب الحياة الزوجية. الحياة الزوجية لها طعم بشكل عام، عندي زوجة بيت أولاد. نعم. تماما. لكن ذات هذه الزوجة هل أفقدها؟ هو لا يفقد هذه الزوجة، ينسى هذه الزوجة، بل يتضايق، يخرج إلى البحر وهو بعيد عنها في دولة وهي في دولة. نعم. كما ظنيت من سؤاله. أنا لا أدري حينما يتزوج الإنسان لماذا ينجب أولاد مباشرة؟ يتأكد من الحب، هل قام ذلك الحب؟ تماما. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأولاد، لا تكون العملية. كيف تأكد دكتور من الحب؟ شعورك الداخلي يا أخي الكريم، ماذا تشعر؟ هل الإنسان الداخلي كان جيد يشعر أنه فيه حب؟ لا، ما كان فيه حتى من البداية قبل الزواج. لما سألته أنا قلت حتى في السنة الأولى قال كان عادي يعني بهذه الطريقة. لكن حينما تراكم ذلك الشعور بدأ يبرز له. كان يتحمله في البداية، ما كان يعرف معنى عدم الحب. الحب يا سادة ما هو أن يتقطع قلبي حينما أغيب عن المحبوبة. لأن بعض الناس قد يعيش حياة زوجية يظن أنه يحب زوجته وما يحبها، يفقدها، يشتاق إلى البيت، تتحقق له السكنة في ذلك البيت. هي إذا خرجت من البيت تفكر متى تعود، تخرج إلى صديقاتها، لكن وهي جالسة تبتسم وتتذكر ذلك العش الصغير الذي سترجع له. كذلك هو الزوج يخرج يسمر مع أصحابه، يسافر ربما اليوم الشهر الشهران كذا، لكن يشعر أنه خلفه حصن جميل سيرجع إليه ذلك الإنسان. الحب لا يتعارض مع المتعة مع الأصدقاء أبدا مطلقا، إنما يحيا ذلك الإنسان تلك المتعة بكاملها وأيضا يحيا ذلك الحب. لكن الإنسان تجده يدور حول مثل الكعبة حول ذلك البيت أو حول تلك المرأة. فأخي سالم لم يحب تلك الزوجة. قد يكون بسبب عدم الحب وعدم البقاء، تزوج ثم سافر فلم يعطي مجالا للحب أن ينمو. وقد يكون لو بقى لرأى آثار عدم الحب وهو العكس أكثر وأكثر. لكنه حينما كان بعيدا الشوق إلى العلاقة الجنسية، الشوق إلى معنى الحياة الزوجية كان قد غطى عنده القرار بشكل أو بآخر. طيب والحل مثل سالم دكتور؟ أنا رأيي أخي سالم إما أن يحضر زوجته عنده أو يعود إليها تماما ويختبر ذلك الحب. إن استطاع أن يقوم ذلك الحب فبها ونعمت، إن لم يستطع أن يقوم ذلك الحب وكانت هي أيضا لا تحبه تماما فربما الخير ينتقل، إما أن يبقون وينتقل إلى علاقة حب أخرى مع بقاء الزوجة باحترامه وتقديرها وأبنائها لأنها كانت تحبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة بنت زمعة، أو يكون الانفصال، وكل يوفقه الله سبحانه وتعالى. الحياة الزوجية لها قداسة، لكن الطلاق في نظري يا أستاذ عبد الرحمن له قداسة. أنا خلقني ربي لأعبده وتزوجت لكي أكون سعيدا لا لكي أكون شقيا. إن لم توجد السعادة فلا نريد الزواج. لكن ليس والله ما لقيت سعادة طلق مباشرة، أبحث عن أسباب السعادة، أكحت الصخر كحت وإذا به صلد، لا مجال، يجب أن ننطلق إلى الطلاق. جميل. طيب ناخذ بندر من السعودية. تفضل يا بندر. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، ارفع الصوت شوي يا بندر. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله بندر. كيف الحال؟ خير يا وجه الخير. الله يخليك. ممكن أكلم الدكتور طارق؟ نعم تفضلي. سمي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. بس ودي أنوه لك إن إذا زوجي متقلب المزاج يعني هو ينام طيب ما في شيء، احنا كويسين معه بس يقوم من النوم بشكل ثاني. طيب. يعني إنسان يعني غير شكل. بعدين لما أروح الجيران يدق علي عند الجيران، وين رحتي؟ وين جيتي؟ وين تسيه؟ يعني ما أروح ولا أي مكان ولا أتفوت ولا أي محل إلا يلاحقني يدورني يدقدق علي. يشك فيكي؟ نوع من هالشيء مثلا. أحيانا يعبر بصراحة عن شكه. وين رحتي؟ وين جيتي؟ منين جاية؟ منين رايحة؟ يفتش ملابسكي؟ لا ما يفتش ملابسي. يراقب الجوال؟ لا ما ياخذ جوالي أبدا. ولا أنت نايمة متأكدة ما ياخذ الجوال يفتش فيه؟ لا والله لا والله. يهابك؟ يخاف منك؟ أحيانا. بالأكثر من يهاب الآخر أكثر؟ إيش؟
من يهاب الآخر أكثر، أنت أم هو؟ لا والله كلنا، يعني أنا أحترمه يحترمني، بس إني أنا أتضايق من تصرفه. يعني كيف تقلب مزاجه هذا مع الناس؟ تقلب أيضا مزاجه مع الناس كويس جدا وطيب وخدوم. يعني لو تشوف تصرفاته مع الناس عند أتفه سبب يصول، ويعني وبالبيت يصول ويتوتر ويتضايق. لما يشوف اللمبة مفتوحة بس يتضايق، يبدأ يهاوش، يبدأ يتنفض بالفاظ ما كويسة، يبدأ عند أتفه سبب يصول. لكن حتى عند الناس قلتي لي نفس الشيء ولا لا؟ شلون؟ حتى عند الناس يثور بسرعة؟ لا عندنا مع الناس كويس، معاملته مع الناس 100%. 100% كويسة معاملته مع الناس. طيب بطبعه هو حساس؟ ايش؟ حساس بطبعه؟ حساس بطبعه، أحيانا يتكلم علي قدام الناس، أحيانا ما يحترمني، يتفضل علي قدام الناس. هو دارس أكثر ولا أنت؟ لا أنا أكثر. هو مكانة اجتماعية كأسرة، أنتم مين أحسن؟ والله يعني زي بعض؟ لا يعني أحس إني أنا أفضل يعني شوية بس. هل مرة ذكر لك يوم بندر أنه يشعر بالنقص تجاهك، إما ذكرا مباشرا أو تلميحا؟ بس أنا الحمد لله يعني قايمة بكل شيء، يعني بالبيت بكل حاجة، بتربية الأولاد، بكل الحاجات. هل له دور في التربية هو؟ إيش؟ هل له دور في التربية ولا شيء؟ له دور بسيط جدا، يجيب أغراض بس للبيت، بس يودي. هل تشعرينه بحاجتك إليه؟ أشعر دائما، أحيانا كيف؟ يسافر، أحيانا دائما السفر، دائما يا دكتور السفر يسافر ويخلينا، دائما أشعر أقول يعني لا تبعد عنا، حنا من لنا ما لنا أحد غيرك، لا تحاول تروح، لا تحاول إنك تخلينا يعني يعني ما يهتم من هالشيء. طيب شكرا يا أم بندر، يعطيك العافية. اسمعي الجواب. تفضل. أم بندر وأنت تتكلمين أشعر أنك أم ذلك الرجل لا زوجة له، وهذه إشكالية في المرأة الخليجية عموما، وربما أم بندر من السعودية هنا. الخليجية عموما تتكلم حينما تجد الزوج البسيط تنقلب أما له وتظل ترعاه وتهدهد عليه، وهذه ضرورة في بعض الأحيان لكي يستقيم عود ذلك البيت وينمو الأولاد والبنات، فتنقلب الأم أما وأبا في آن واحد. هذه الطريقة رائعة فيما يخص الأبناء أن تقوم بالدورين، لأن أبو بندر في ظني أنه غير مؤهل لدور أن يكون أبا بندر في مثل هذه الأسرة. الرجل اجتماعيا أقل منك، ماديا ربما أقل منك، دراسيا أقل منك، عقلا وحكمة أجد فيك العقل والحكمة، وهو أقل منك في طريقة أطروحته. في مثل هذا الشيء كما قلنا قبل قليل، هي هنا وأنا هنا، إما أن أنزلها وأصعد إليها، ما استطعت الصعود إذا أجرجرها، أغضب لأتفه سبب. لو كان غضوبا لغضب مع الناس يا أستاذ عبد الرحمن، كذلك يا أم بندر، لكنه مع الناس طبيعي، بل مع العامل، مع السائق، مع أي أحد من الغرباء هو وديع ذلك الإنسان. إذن الأصل فيه الوداعة، قد يكون فيه البساطة، قد يكون فيه السذاجة تماما. وجد حكيمة أمامه مثل أختنا أم بندر، من صوتها من طريقتها تماما، حتى بدأت تمل من هذه الحياة. يجب أن يشعر حقيقة تشعريه. حتى لما سألتها هل تشعريه بالحاجة إليه تقول نعم، إذا سافر والله من لنا غيرك. حتى بنبرتها نبرة أم له، مي بنبرة زوجة ضعيفة. يجب هذا مجتمع قبلي، مجتمع فيه روح البداوة، ما زلنا بهذه الروح. يجب أن يشعر أنك الكثيرة عنده. أنا لا أرى أن هذا صحيح الكلام الذي أقوله، لكن كمرحلة انتقالية من مجتمع البادية إلى مجتمع الحضارة يجب أن نقبل هذا الدور للأنثى. يجب أن تمارسه، مارسته المصرية في الصعيد المصري، تجدها في كينونتها، ويخرج مفتول الشنبين ذلك الرجل، وكان المعين الأساسي جاء من داخل البيت. ذلك السوري الشامي في بادية الشام يخرج مفتولا، والقوة هي من داخل البيت. مارسيه يا خليجية، أعطيه القوة، أعطيه الثقة بهذه الطريقة، املئي ذاته. مشكلتنا الخليجية لأن مركب الضعف موجود، ولأنها مستضعفة في علاقة الذكر والأنثى. إذا وجد الرجل الضعيف إما أن تهينه، إما أن تنقصه وتثبت قوتها عليه. وإذا كانت حكيمة عاقلة مثل أم بندر قامت بدور الأم وبدور الحكيمة تلملم ذلك المنزل. دورك ينفع لك ولأبنائك نعم، لكن لا ينفع لك مع هذا الزوج. يشعر بنقص، يشعر بدونية مع هذه المرأة. إذن يجب أن يشعر أنك الساذجة وهو الحكيم فيما يخصه من قضايا. في دوره داخل المنزل هو مهمش، أنت همشتيه. لماذا همشته؟ أنت معذورة يا أم بندر، ولو كانت أختي لأوصيتها بتهميشه، لأنه غير مؤهل أن يؤدي الرسالة المطلوبة في ذلك المنزل بمثل المستوى التي تؤديها أم بندر.
إذا أعطيه ماذا؟ أعطيه الفتات وأشعره بالقيمة من خلال الفتات. أما أصول الأمور فلا أعطيها له وأقوم بها أنا. حتى الناحية المادية، حتى الأمور هذه يجب أن يكون هناك درجة من التوازن. إذا شعر بقيمته أعطاك استقرار، يستخدم لغة التوتر. لما هذا الباب مفتوح؟ يغلقوه. لما هذا الباب مغلق؟ يفتحوه. لما هذا اللمبة مضاءة؟ لما هذه كذا؟ يبحث عن الصغار لأنه لا شيء عنده. ولكن لازم تبتكر طريقة معينة كيف هذا الإنسان أشبعه. مو بأمنع وجود الأخطاء في المنزل، وجود الأخطاء تشبعه، يقوم بدوره. ولذلك بعض الأخطاء تشبعه فتعترفي بخطئك، مو بتحملينه لا يزعل، لا، يجب أن تعترفي بخطئك فيعطيه درجة من الإشباع الداخلية. جميل جميل. معنا أبو يوسف من السعودية. تفضل أبو يوسف. أبو يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف حالك يا دكتور؟ حياك يا الله. مرحبا يا مرحبا. طيب، يعطيك العافية على البرنامج الطيب. يعافيك يعافيك. دكتور، أنا بتكلم. عندي أخوي طبعا متزوج عنده أطفال. أخوي طبعا فيه مشكلة دائما تحدث أنها تغيع الزعل مع زوجته مع أولاده. طبعا هي المشاكل اللي تكون متعلقة بين لما يكونون مثلا أهل زوجته يجونه، أو لأنها تسببت له في مشاكل كثيرة، فدائما تلقاه يتضايق من الأمور حتى لو كانت صغيرة جدا. أثر طبعا حتى على أولاده، حتى يمكن بعض أولاده تلقاهم يخافون لما يعصب، يخافون لما يتكلم معه. نعم. أي نعم. فهذه المشكلة يعني أنا ودي إني أساعده وألقى له حل كذلك. كيف أنصحه إنه طيب شكرا يا أبو يوسف. تعليق سريع على أبو يوسف أن مثل هذه المشكلات لا ينفع إلا من صاحب المشكلة. نعم. لأن أبو يوسف يراها كأخ ليس كمختص وليس صاحب المشكلة. نعم. فتأتي جزء من المشكلة قد غاب. لو كان نفس السائل أمامنا كما كانت أم بندر وغيرها لاستطعنا أن نعطي القضية، فجاءت قضية مفتتة مفرقة يعني منقولة نقل. طيب دكتور، هناك محور مهم نود أن نعرج عليه وهو ضروري. كثير من الزوجات تصرخ وتقول زوجي يخونني، وهذا سبب كبير في الخلافات الزوجية. ما تعليقك؟ نعم، هذه حالة منتشرة كثيرا موجودة في مجتمعاتنا. الخيانة عمل قذر في ظني تماما. أكيد. وهو قذارة كبيرة، وهو خيانة للإنسان لربه ابتداء، ثم لذاته ثانيا، ثم لزوجته ثالثا. وليس كما يظنها الزوجات أن خيانة للزوجة، فهذا حق لله، ثم حق لذلك الإنسان، وثم ثالثا هو حق لتلك الزوجة. لكن حينما تأمل الخيانة أنا، وقد يكون نظرية جريئة بعض الشيء، إذا كان لي زوج مثلا، ونتكلم عن خيانة الرجل الآن. نعم. لأن خيانة المرأة موضوع مختلف، وهناك فرق بين خيانة الرجل وخيانة المرأة. المرأة إذا خانت بمشاعرها، أما الرجل إذا خان في جنسه في العادة. الرجل حينما يمشي وينظر امرأة جميلة تتحرك شهوته ويفكر كيف أجامع هذه المرأة. المرأة ليست كذلك، حينما ترى شابا وسيما تتأمله، ترتاح إليه شيئا فشيئا ثم يأتي الجنس كجزء من انفعال عاطفي في داخلها. ولذلك خيانة المرأة أكبر بكثير في ظني من خيانة الرجل، ولست لأن ذكوريا في التفكير. الأمر الآخر هي مستودع النسل تلك المرأة، فخيانتها أكبر. ثم هي مستودع الأمانة على الأولاد ودخول المنزل وغيره وولايتهم. الرجل خيانته مثل الصياد ويعود إلى عشه، وليس هي المرأة يفتت ذلك العش. أنا أقول الرجل حينما أنظر للخيانة، إذا كانت الخيانة جزء من مركب ذلك الإنسان فما أقدرها. وإذا كانت الخيانة هي عارض شهواني مؤقت فلا أحاسب ذلك الإنسان وأدمره بكله بسبب خيانة مؤقتة. مثلا لو بنتي متزوجها شاب حتى لو كان متدين لكنه بذيء اللسان، يحقرها يهينها لا يقدرها كذا كذا كذا. وبنتي الثانية متزوجها شاب دينه عادي يقوم بالصلاة وغير كذا وكذا، لكن خان خيانة عابرة، ارتبط بفتاة علاقة عبر الهاتف أو علاقة جنسية كاملة، وطلب مني أن أطلق واحدا من بنتي، طلقت الأولى وما طلقت الثانية. لماذا؟ لأن الإنسان هذا خائن باستمرار، خان ربه في خلقه، خان بنتي في خلقه وطريقته وتعامله المستمر. هذا شهوة قذبت عليه ثم عاد إلى عشه. ولذلك الخيانة قد تكون إيجابية في بعض الأحيان. ما الذي يحدث؟ حينما يحدث الخيانة ما الذي تفعل النساء؟ تغضب وتذهب إلى أهلها تفضحه. من الخطأ فضح الزوج الخائن،
لماذا؟ لأنه إذا عنده استعداد للعودة فإنه لن يعود، صحيح. بل يبدأ يفضحها وربما يتهمها بأشياء. ملاحظة. الأمر الآخر، لو عادوا إلى بعضهم نسيت هي تلك الخيانة، أهلها لا ينسون، المجتمع لا ينسون. صحيح. ولذلك إذا اكتشفت المرأة تلك الخيانة فإنها يجب أن تهدأ. وهذه مهمة دكتور، يجب التركيز عليها. تهدأ وتركض ولا تنشرها. ما الذي يجب أن تفعله هذه المرأة؟ وأريد النساء يفتحن آذانهن لي والرجال يغفلون آذانهم، لأن هذه أسرار للنساء. يجب أن تغضب ولا ترضى بسهولة، لكنها يجب أن ترضى. هذه واحدة. الأمر الآخر، يجب أن تسمح له النقاش وبإسهاب عن ذلك النقاش، وما هي الأسباب، ثم تجعلها قضية: ما أسبابي أنا، ما أسبابك أنت. لكن إذا صادمت يبدو أنت ما تهتمي لي في الجنس، ما تفعلين كذا، حتى ولم تكن الحقيقة. لكن إذا كانت عاقلة حكيمة تأملت الموضوع معه، قد يعطيها الأسباب المنطقية، قد يعطيها أحيانا والله يقول أنا بصراحة هذه شهوة عابرة وأنا عدت إلى الله، وش تمرين فيه؟ فممكن بعدها تبدأ تقول الله أنا أطلب منك طلبات، اترك الدخان، اترك كذا، العودة إلى المنزل كذا. فالخيانة أكسبتها نقاط، المرأة الحكيمة تكسبها نقاط. تبدأ بحصر وحصر أسباب الخيانة. خانها مع الشغالة، تسفر الشغالة مثلا. صحيح. أسباب الخيانة التي أدت إلى تلك الخيانة ربما أشياء معينة تماما، زيارة أصدقاء معينين تشتط عليه قطعهم. الرجل الراقي الحكيم، الرجل الراقي النظيف الذي يخون يقبل أي شرط، لكن غير النظيف لا يقبل تلك الشروط. الراقي النظيف المحب يقبل تدخلات، يقبل غضب ذلك الزوج ويقدره، يضعها فوق رأسه. إن شهوة عابرة لا تقتضي خسران رجل محترم. صحيح. رجل مقدر، وإلا لا خسر أكثر رجالات المجتمع. صحيح. للأسف، لأن الخيانات بدرجاتها المختلفة. صحيح. قد انتشرت أيضا. كلمات جميلة دكتور، يعطيك العافية. ناخذ أبو عبد الله من السعودية. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله تسمعنا؟ يبدو أن فقدنا الاتصال، طلنا على. طيب دكتور، أيضا كلام جميل جدا في موضوع الخيانة الزوجية. أيضا حول الخيانة في قضية كثير من البنات تفعلها، تقول سأنتقم من زوجي وأخون كما أكلم. أقول لأختي الفاضلة أنت تخونين الله ابتداء، وتخونين نفسك، وتخونين أهلك، وآخر شيء تخونين هذا الزوج. والخطأ لا يعالج بخطأ. والخطأ لا يعالج بخطأ. صحيح. تماما. صحيح. في الحياة الآن أستاذ عبد الرحمن، أنت الآن لو اعتديت علي بكلمة أنا لا أعتدي عليك. لماذا؟ مو لأنك لا تستحق، وأنت أصلا لا تستحق، لكن لأن لساني لا ينطق منه الخير إلا الخير، وأنت كذلك لا تفعل هذا الفعل. فعدم الخيانة لا أرضاها لنفسي. صحيح. وكذلك الأمر. صحيح. بالنسبة للرجل. أكثرنا من صرخات الزوجات، لدينا اتصال وسنرجع لصرخات الأزواج أيضا دكتور. أم سعود من السعودية. تفضلي أم سعود من السعودية. نعم أم سعود. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. إذا كان الزوج هذا ما يحب يسوي الخيانة، ولكن إنه ما يحب يناقش، يعني لما أزعل أو أغضب أو زي ما الكلام اللي قلته، لكن ما يحب يتناقش معايا، أو إنه يعطيني صمت. يعني أنا أجلس أتكلم وأتكلم وأتكلم، بس هو يعطيني صمت لا مبالغة. عند المشاكل ولا بدون مشكلات؟ لا، يعني عند الخيانة. يعني زوجي عند الخيانة. أيوة، زوجي يخونني، وكذا مرة يعني قد لاحظت عليه، مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة، لكن بدون أي فائدة. أجي أقول له ليش؟ طيب أنا شفت حقك، أنا سويت لك، أنا عملت لك، أنا يقول لي أنت كاملة، ما فيك أي حاجة، ولا فيك نقص ولا فيك عيوب. طيب شكرا مسعود، وصلت الرسالة. تفضل دكتور. نعم، في بعض المجتمعات هناك اتفاق ضمني بين الرجل والمرأة تماما دون أن يكون منطوقا ذلك الاتفاق. أنت زوجتي، أم أولادي، لكن لي علاقاتي وجوي الآخر. هذا مشكلة. قبلتي أو لا؟ ببعض المجتمعات هي قضية منطوقة وهي عرف اجتماعي دارج. في مجتمعات أخرى لا ينطقها الرجل، مثل زوج أختنا الفاضلة أم سعود المتصلة: أنا سأبقى كذا، عجبك يعجبك، ما عجبك لا، لكن لا ينطقها لكي لا يدان بها. أنا لي جو، لي مزاج معين، سأحيا بهذا الشيء، عجبك طيب، ما عجبك طيب. أنا أقول لأم سعود ولغيرها من البنات: يا أم سعود، أنت ليست زوجة فلان، أنت عندك وظائف في الحياة، واحدة منها زوجة فلان، واحدة منها بنت فلان، واحدة منها أم فلان، واحدة منها أخت فلان، واحدة منها صديقة فلانة، واحدة منها زميلة فلانة. أين هذه الوظائف؟ إشكالية المرأة خصوصا الخليجية أنها تدور حول وظيفة واحدة، وظيفة أنها زوجة فلان. تماما. تنصحينه، تقدمون كل النصائح، ثم بعد ذلك إن لم ينتصح تتخذ القرار. ترغبين البقاء فابقي سعيدة، لست مستمتعة به، سعيدة بذاتك بحياتك. طيب شكرا دكتور، حقيقة الوقت داهمنا. أعزائي المشاهدين،
نشكر لكم طيب المتابعة. إن شاء الله نلتقي معكم في الحلقة القادمة. حلقتنا القادمة بإذن الله عن الآثار النفسية عند الأطفال بعد طلاق الوالدين. نتمنى تتواصلوا معنا وتراسلون عن هذا الموضوع. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.